شكرا تماري اولا للمنبر الاعلامي تلفزيون تبريز في المبادره التغطيه الاعلاميه الدائمه للاشكال النضاليه الساكنه تفاسيف. بدايه نهار يوقع يجن الشكل النضالي يجن وقفه تبدات المحطه الطقسيه انتهى حاليا الوقفه المركب الجماعه القرويه من تفاسيف نتيجه يعني التهميش الاقصائي تشناني ينهج الميودان المسؤولين في الساكنه تفاسيف يجن مفتقره الى ابسط شروط العيش الكريم، لا في قطاع الصحه لا قطاع التعليم لا المواصلات لا البنيه التحتيه ولا ابسط الامور نتاع العيش الكريم تفتقر لها الساكنه تفاسيف. نهار جديد وقفه نضاليه اولا خميس المطلبي يشمل مجموعه من المطالب لا على اساس البنيه التحتيه لا كذلك نقطه انيه في الملف المطلبي وهي انه تزويد المستشفى بطبيب اضافه الى امور لوجستيكيه وادويه. نهار ثمونة الساكنة تفاسيف تجسد الموقف الناس على اساس انه تواكب النضالات تواكب الاشكال النضاليه حتى تحقق النقاط الملف المطلبي في ديال التماطل انه الجهات المسؤوله لا السلطه لا المجلس الجماعي لا الاقليمي ولا على عمليات الاقليم يعني تنهج السياسه التماطل تنهج السياسه الاقصاء للساكنه تفاسيف انه الساكنه حاليا باش ننيخ رافضه اماره السياسه ثانيه الساكنه يعني توعد على اساس انه تواكب اشكال نضاليه تصعيديه في حاله مرويه تمشى الاستجابه الانيه اقول للمطالب وعلى راسها قطاع الصحه المستشفى اضافه انه نحمل المسؤوليه للمجلس الجماعي نتيجه انه يتقل مجموعه من التهديدات للمناضلين نتيجه انه يطوف لدرجه انه يسحقوا بخذرين الوالدين المناضلين يتهددين اضافه انه تنشر مجموعه من السمومات الاشاعات الحراك اللي تشهد تفاسير المناضلين الساكنه لذلك انه المسؤوليه اولا المسؤوليه السلطات يتحمل المسؤوليه لكل القائمين عن الشأن المحلي والاقليمي انه الى ما ستؤول الاوضاع في حاله عدم الاستجابه الفوريه للمطالب الساكنه وانه نتوعد باشكال نضاليه مستقبليه اكثر تصعيدا في حاله عدم الاستجابه. وتحيه نضاليه واجدد الشكر للمنبر الاعلامي تلفزيون بريس وتحيه